أحسن فيلم مراهقين في تاريخ السينما، وأنا بقولها بكل ثقة. أيوة، أفضل فيلم مراهقين ممكن تشوف هو فيلم سوبر باد. الفيلم ده نزل في 2007، يعني بقاله 18 سنة. بس لما تتفرج على الفيلم ما تحس بالفروق الزمنية دي. ده انت لو فوق 18 سنة، لأن لو تتفرج على الفيلم انت المسؤول، لأن الفيلم مراهقين. فطبيعي هيبقى فيه حاجات زي ال 18، يعني بقولك مراهقين، عامل زي اصحابك اللي بيقولولك افيهات قلة الادب. ايوه، هو ده الفيلم. هتحس انهم نفس العيال، لان في شتايم ومواقف مقرفة وجريئة بس مضحكة جدا. وانا جاي هنا هتكلم واقول رأيي عن الفيلم، ان في افلام كتير حاولت تقلده، لكن يفضل الاصلي هو اصلي. والفيلم ده من بطولة جونا هيل ومايكل سيرا، ولو متعرفش دول ممثلين معروفين بالكوميديا، وعندهم افلام كوميدية كتير. بس ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا عن الفيلم نفسه. فهحكي لكم الفيلم كده بشكل عام عشان نفهم الاحداث ماشيه ازاي. اول حاجه، ده سيس، ده ايفان صاحبه، وده فوجل او بمعنى اصح ماكلوفن. دول في اخر سنه في الثانويه. فبيتكلم سيس مع ايفان لانهم صحاب قريبين من بعض، عن نفسه يصاحب بنات. انا مش قصدي صاحب بنات، قصدي يعاشرهم، يعني فاهمين قصدي، يعني دول امريكان. لكن ايفان مش جريء زي سيس، هو كيوت قوي ومؤدب وبيتكسف يتكلم البنات. فبيكلموا سيس عن هو عايز يشترك في مواقع زائد 18، يعني عشان يتفرج براحته ويعمل حاجات مقرفة بتعمل لك في المواقع دي. فخايف من اهله يعرفوا من الفاتورة بتاعت النت. فبياخدوا معاه في العربية عشان يروحوا المدرسة، وبتيجي ام ايفان تتكلم مع سيس عن هيخش جامعة ايه. هيتكلم معاها وبعد كده تمشي وتسيبهم، ويروح يشتروا حاجات من السوبر ماركت، وهما بيتكلموا عن مشاكلهم لما بيشوفوا البنات، ولا مؤاخذة بتاعهم بيقف. يعني هو ده الحوار في الفيلم، والله ده مش من عندي. وبيخرجوا وبتيجي على الروشة، بيقولوا لسيس إن هما عاملين حفلة ومش هيعزموهم لأن هما هفق. وبيتفوا على سيس، وسيس بيمشي مع إيفان عادي أكن ما حصلش حاجة، اللي هو خايف منهم. ده شوف قد إيه وعاملين إزاي. ويروحوا المدرسة، وبنشوف بيكا الكراش بتاعت إيفان بيفضل باصص عليها في الحصة. ويخرجوا من الحصة يتكلم معاها عن حفلات التخرج اللي هيعملوها. فتقول له بيكا انه بيروح يسهر وكده، فبيقول لها بيقول لها ان هو بيروح مع اصحابه وكده. وبعدين بتبدأ حصة الاقتصاد المنزلي، وبيخش يسس المعمل. بيقول للمدرسة انها اصلا ملهاش لازمة، وان خلاص فاضل 3 اسابيع والسنة تخلص. فالمدرسة بتقول له انها تخليه يساعد مع بنت اسمها جولز، لان المساعد بتاعها ما جاش النهارده. فبيرجع في كلامه لانه بيحبها، بيروح يقف معاها ويساعدها. يا لهوي يا جماعة، يا جماعة على جمال ايما ستون. بلاش تحت، ما علينا. بتتكلم معاه عن انه بيحب الحفلات، وبتقول له جولس انها عاملة حفلة في اخر يوم دراسة وتعزمه. ويروح يجري على ايفان يقول له انها عاملة حفلة. فبيجي عمنا فوجل بيقول لهم على البنت اللي بيحبها اللي لابسة اندر اسود الباب البنطلون. حاجات غريبة والله، مراهقين. وبعد كده بيجي أكتر مشهد بيموتني من الضحك، يعني بيخلينا أضحك زي المجنون، هو المشهد ده. وهم قاعدين بياكلوا، بيقول له سيس على بيكا حبيبته إنها بنت مش كويسة. فبيقول له إيفان أنت ليه بتكرهها أوي كده؟ فيحكي له موقف إن هو لما كان صغير في الابتدائية كان عنده لعنة إنه بيحب يرسم البتاع بتاع حمادة. يعني انتوا فاهمين قصدي ايه عشان اليوتيوب ما يزعلش. مرة هو بيرسم حمادة، جه عيل وقع الورقة فوقعت عند بيكا، وحظه الأسود إنها كانت قاعدة جنبه. فبتمسك الورقة عشان تديها له، فبيشوف الرسمة. وطبعا زي أي بنت بتشوف الحاجات دي تصرخ، وهو بيتصدم ويحط الورقة في بقه من كتر الصدمة. ومن ساعتها هو بيكرهها. وبيروح سيس يتكلم مع جولس، تبقى واقفة مع صاحبتها بتقول له إنها عازماها بس عايزة ازايز بيرة عشان الحفلة. فيقول لها سيس بكل ثقة إن هو هيجيب لها البيرة، فتديله فلوس إن هي مش هتعرف تجيبها هي. ويجري زي المجنون يقول لإيفان إن هو عايزين بيرة. فيقول له سيس لإيفان إن هو لازم يجيب بيرة لحبيبته يوم الحفلة. فيروح عند بيكا يسألها عن نوعها المفضل في البيرة الحفلة اللي هي هتروحها مع صحاباتها، وتقول له إنها بتحبها جولد. وبعدين بيخرجوا من المدرسة، بتواجههم مشكلة إنهم إزاي هيشتروا بيرة وهما لسه عندهم 17 سنة وتحت السن القانوني، ولازم يكون سنهم 20 وفوق، ومعاهم بطاقة كمان. فبيجي فوجل ومعاه بطاقة مضروبة يوريها لهم، وبيحصل بقى الإفيه الأعظم. يعني البطاقة بطاقة واحد حرامي، يعني شوف الصورة عاملة ازاي، حاجة مسخرة. ومزور اسم مكتوب عليه مجلوفي. فبيشتموها على الاسم الخرا ده، ويقولوا ده شكله عامل زي ما يكون بتاع عيال. بعد كده بيروح السوبر ماركت هما التلاتة عشان يشتروا بيرة. فبيدخل سيس المكان بيتخيل كام مواقف عبثية، يعني لو اشترى بيرة فبيخاف وبيخرج. وبيروح فوجل يشتري من محل ويشتري البيرة، والبت اللي واقفة على الكاشير شاكة فيه وتقول له هات بطاقتك كده. وتشوفه
لكن سيس وايفان واقفين بره مستنيين وهم قلقانين، فبيشوفوا واحده واقفه يعرفوها، يقولوا سيس هي مش دي اللي كان عندها صدر كبير؟ يقول لا ايفان اه بس دي شالتهم لان هم كانوا مقصرين على الخضروف بتاعها. فبيقول له تعالى شوفها كده عامله ازاي بعد العمليه. فبيجروا، والله عيال صغيره والله مسخره. وبعدين فوجل بيحاسبها، لكن بيجي فجأة حرامي بيضربه هو ويقع ويسرق البت ويجري، والبت تفضل تصرخ. رجعوا سيس وإيفان بيلاقوا في شرطة جت، وبيجي اتنين ظباط أعبط مرة قطعوا عينك، بيقولوا له اوصف شكل الحرامي. وبعدين سيس وإيفان بيخافوا وبيجروا، فيخبط سيس العربية شخص ويصرخ ويقول أعمل لك محضر. فيقول الراجل لا لا على إيه هعوضك، فيديله فلوس بس قليلة. يقول له إيه ده؟ يقول لهم انا رايح حفله ومستعجل والحفله فيها بيرة كتير. فبيجي لهم فكره، خلاص اروح معاكم وده تعويض. فيقول له سيس ماشي احنا نيجي معاك، ويسيبوا صاحبهم فوجل مع الشرطه. لكن الشرطه دول اغبياء فياخدوه عشان ايه؟ يمضوه. بيروح الحفله بتبقى مليانه ناس كبيره ومش مراهقين يعني، فبيخشوا هما خايفين جدا. ويدخل الراجل اللي جايبهم بيشوف صاحب الحفله، بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ انا مش ما عزمتكش، يلا امشي من هنا. فيرد عليه عيب عليك ما ينفعش كده قدام الناس. فبيزقه ورا ويهريه ضرب. وفوجئ بيبقى مع الضباط بيجيلهم خبر ان في واحد سكران عمال يبهدل الدنيا في البار. ويروح هناك يقبضوا على الراجل فيهرب منهم. فيقول لفوجل امسك الراجل ده، فيقع على فوجل نفسه ويمسكه كده. سيس وايفان بيخافوا ان هم الوحيدين الغب في الحفله بعد ما الراجل علم على الراجل علقه. لكن سيس بتوقفه بنت بتبقى عامله زي الكلبه عماله تتمحس فيه. لكن سيس عاجبه الموقف ان دي بنت واول مره يرقص معاها، فعجبها وعمال يرقص ومسك جسمها عادي. بعد كده بيجي اكتر مشهد قذر قذر، اكثر حاجه شافتها عينك في تاريخ السينما عامه في الفيلم ده. بيشوف واحد من الحفله في بنطلون سيس دم، بيقول له ايه الدم ده؟ بيقول له هو انت رقصت مع بنت؟ يقول له سيس اه. فتطلع البنت اللي كانت عماله تتمحس فيه كانت عندها ظروف. فبيمسح الدم في الدراع اللي جنبه ويضحكوا عليه ويلم الناس حواليه. فسيس بيقرف القرف ده ويجري وينزل الجراج، يلاقي في التلاجة مليانة بيرة. فيفكر ياخدهم ازاي، فيلاقي جراكن بنزين فيكبها ويفضي فيها البيرة. وبيدخل ايفان اوضه بيلاقي فيه التليفون يتصل بيه ببيكا على ان مفيش شبكه بره. فتساله بيكا عن البيره، يقول لها احنا بنجيبها وجايين بس احنا اتاخرنا شويه عشان كان في ظروف حصلت لنا. فبيدخلوا اشخاص الاوضه بيشربوا. فواحد منهم بيمسك بايفان بيشبه عليه، يقول له هو انت مش اخو جيمي الصغير؟ ويغصبوا عليه عشان يغني ومش هيسيبوه في حاله كده. سيس يا عيني بيلاقيه صاحب الحفله يطلع خطيب البت اللي مسحت فيه الدم، فيحاول يضربه يقول انت مين؟ لكن بيتخانق مع كل الحفله طور طايح في الكل. يجروا وبعدين بيقفوا يقولوا سيس لايفان انت اتخليت عني، انت كنت فين لما كنت بتضرب؟ فيقول له انا كنت بتكلم بيكا. يقول له هو انت كل اللي همك بيكا؟ ويتخانقوا مع بعض. فيجي في وشهم العربيه تخبطهم، والظباط اللي مع فوجر صاحبهم بيخبطوهم ويقبضوا عليهم ويشوفوه معاهم. بيقولوا ايه ده؟ هو انت معاهم كل ده؟ وبعدين هما التلاتة بيجروا يهربوا، والظباط بيفضلوا يندهوا على فوجل ويهربوا على الحفلة. ويركبوا العربية بيلاقوا في وشهم السكران اللي اتقبض عليه فوجل ويتخانقوا معاه. ففي مشهد مأساوي البيرة بتاعت بيكا بتتكسر ويتخانقوا مع بعض، وراجل السواق بيقول لهم اخرجوا بره من العربية ويروحوا الحفلة جري ويوصلوا هناك ويفضوا البيرة لأصحابهم وتبقى مليطة. وبيكا بتبقى سكرانة طينة. وفوجل بيروح مع البت بتاعته طبعا. لكن سيس يفضل مع جولس بيحاول يقنعها يعني انه يبوسها يعني، لكن بتقول له انها مش بتحبه كده، هي بتحبه كصديق كفريند ليها، حطيته في الفريند زون يعني. تخبط في عينيها بالغلط. وبعد كده بيجوا الظباط العبط بيدوروا عليهم في الحفلة، وبيجري سيس وهو شايل ايفان سكران طينة. وبيخشوا على فوجل بيلاقوه يعني في وضع حرج جدا، يقعدوا يقولوا ايه اللي انت بتعمله ده وايه اللي انت بتعمله ده. فيقعدوا يحكوا معاهم مشاكلهم ان هم يعني كانوا في سن يعني كده حاجه في قمه العبث والله. وبعد كده سيس وايفان بيستخبوا في بيته ويفرشوا ويناموا جنب بعض ويتأسفوا لبعض. هما يعني ايفان سابه في وقت الخناقه لانهم كمان كل واحد يبقى في جامعه لوحده. وبعدين بيروح يشتروا ملابس وفرش ليهم للجامعة، لأنهم هناك عندهم نظام جوه الجامعة في سكن للطلاب بيباتوا هناك، مش جامعة مثلا في القليوبية وتروح هناك تجيب سكن وتأجر. هناك الدنيا متقدمة يعني نعمل ايه بقى. بيلاقوا في وشهم بيكا وجولس وهي متخرشمة يجي تأسف لها عن اللي عامله في شكلها، وبيمشي كل واحد مع حبيبته. وبس كده بيخلص الفيلم.
وطبعا الفيلم ده اختار كأحسن فيلم كوميدي مراهقين، لأنه ببساطة الفيلم جاي يضحكك ويوريك قد ايه المراهقين دول بيحسوا. يعني أنا عارف الحاجات الغريبة دي، بس حتى لو جيت نحلل علاقة سيس وإيفان، هما اتنين صحاب مختلفين عن بعض جدا، صحاب حتى لما بعدوا عن بعض بسبب انهم اتقبلوا في جامعات مختلفة لسه برضك صحاب. كلوفين طبعا أكتر واحد مسخرة في الفيلم، هو صاحب النكتة في الشلة العبيط. وبس هو ده الفيلم. ولو عجبك انصحك تشوفه لانك هتضحك جامد قوي، يعني لو انت مشفتش افلام من النوع ده. وبرضه بحذرك انه للكبار فقط، انك زي ما انت شفت كده في الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك عشان يوصل الفيديو لناس كتير اكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك باقي الفيديوهات.